عاملين ايه الاخبار؟ انا عامل الفيديو ده للتذكره، يعني اكتر حاجه انا كنت بعاني فيها هنا. نزلت ان انا مش مرتاح في السكن اللي انا فيه، فجيت على بالي فكره كده. لو انت في شهر رمضان طب ما تطلب من ربنا ان في المستقبل ان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك ويقول لك عندك شقه في دبي. طبعا ان انت يكون عندك شقه في دبي دي حاجه كبيره قوي، ده انت تبقى غني جدا يعني. وانا راجل متواضع يعني بصراحه، ويعني مش هطلب حاجه كبيره، انا هطلب مكان في الجميره او برشا هايتس بصراحه يعني. بلاش بيزنس بي عشان في شركات كتير. فدعواتكم كده ربنا يوفقني واياكم، وانا عندي يقين ان ربنا ان شاء الله هيكرمني، وهو ربنا ليه حكمه في ان انا افضل في مكان معين او ان انا بقى قاعد في مكان معين او كده، فهو بيبقى بناء على حكمه. فدعواتكم ليا في لو شفتوا الفيديو دوت، وخلي الفيديو ده للتذكره، ممكن يكون لي نصيب في المستقبل ان شاء الله وربنا يوفقني. بدل ما كنت بقى قاعد في سكن مغتربين، انا بقى قاعد في مكان خاص بيا انا. سلام، اشوفكم في فيديو جديد. صحيح، في سلسله فيديوهات جديده هبتدي فيها اسمها لو انت جاي الامارات، عشان بس ايه ارد على الاسئله اللي بتجيلي. كل مره هتكلم عن حاجه، مره هتكلم عن الادويه، مره هتكلم عن اللبس، مره هتكلم ايه الحاجات اللي انت تجيبها، الحاجات اللي ما تجيبهاش، إيه اللي تاخد بالك منه واللي ما تاخدش بالك منه. لو انت جاي وهتقدم في وظيفه معينه، لو انت هتقدم مثلا في المجالات الطبيه، ده انا هتكلم عن الحاجات اللي انا بس عديت عليها. طب هما هنا بيبقوا طالبين ايه، مش طالبين ايه؟ ده بناء على يعني الوضع اللي انا مريت بيه. مع العلم ان انا وانا في مصر يعني دخلت اكتر من انترفيو لهنا، دخلت 2 انترفيو فاينل، بس كنت خلاص مسافر. فدي حاجه كويسه قوي ان انت في بلدك انك تحاول تدور وانك تحاول انك تسعى. وده كان يعني مش شطاره مني، لا، ده كان في ناس هي اللي مفهماني اعمل ايه بالظبط. فانا احاول انا افهمك برضو، يمكن يكون لك نصيب وربنا يوفقك ويفتح عليك، واكون انا سبب في حاجه زي كده وليا الثواب. سلام.